ينجي الجزيرة، ينجي الشنقال، ينجي الكيان آزاد، أبنامين دجمني من جبوما دميان إصرار لينا دصبصال نودا دصبصال رسمان دنا نخشيار وجلاتنا فينا كورت تيدا ببحر من كورت تيدا بماف من كورت تيدا بإرادة من أبنامين دجمين جمرة زلالة تبيجي ما وعدوها أبنامين خدا تشتي وعافاكري ريغمريا ونبتل منا وحياك وشنوري وبهر عواي وبهر اسلوبي وبهر شوازي أزيمش حولي راكو كلمة يبرومات ريبرا بودي بيجي غفلت خيانته كلمة غفلت خيان بكي ونظام بالدردورة يكشدر بي وتشوفوا يد قومين أو خيانته على الحل خذتك شبوهيجي قالكي هر كردكي هر ولا باريزك هر إنسانك سردي خاكي شياندك تشمني خناس بكي أرمانج شبوهي تشمني ما يانجي شبوهي تسهلات داريه نتك برنا بارتي كيا نتك برنا عشيرة كيا نتك برنا سمانة كيا نتك برنا چاند كيا دشمنه کی 500 سال وشون دا لسرتك برنا چاندا كلا خرافة كريا هگر چاند و زمان وعادات وتقاليد ما هبن اوي نبي وهگر ايما نبن اوي هبي جبو بيجي بريارا بي دتنا كرنا مدى وراشتنا مشحولة بقومانا قلقنا ما أردوغان من هذا المسار الطاهر مسار الشهداء حيث هناك كل شهيد يحمل معه قصة نضال وقصة كفاح من أجل مجتمع ديمقراطي حر. واليوم انضم الشهيد يلماس والشهيدة زينب إلى هذه القصص ليكملوا قصة نضال لشعوب في شمال وشرق سوريا حملوا مشروع ديمقراطي من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حر معتمد على أخوة الشعوب والعيش المشترك. إن حكومة العدالة والتنمية التي لم يهنأ لها أن يكون هناك مشروع ديمقراطي في هذه المنطقة حاولوا بكل الطرق وبشتى الوسائل من أجل ضرب هذا المشروع، فعندما خسروا دعم داعش وهزيمته على يد قوات سوريا الديمقراطية اتجهوا لأساليب أخرى وهي استهداف الإدارة الذاتية الديمقراطية، استهداف تجربة نوعية لكل شعوب المنطقة أساسها مكون أساسي من مكون الشعب السوري وهم الكرد أحفاد عبد الله وجلال حملة مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، فاستهدفوا المدنيين واستهدفوا إدارات المدنية. وما استهدفوا اليوم شهيد يلماس وشهيدة زينب إلا هو استهداف للإدارة الذاتية الديمقراطية. نحن مستمرون في بناء هذا المشروع ومدركون تماما بأن الثمن غالي، ونحن على استعداد لندفع الثمن ونستمر على طريق يلماس وزينب وعيسى حسو وآخرين وخبات وحمودي وخلف، كل هذه المكونات التي شكلت سيلا جارفا من أجل مشروع ديمقراطي متقدم. الحضور الكريم، نحن اليوم أمام تحديات صعبة في مشروع ديمقراطي، حيث الدولة التركية التي بمسيراتها تعيد الخراب والفساد في هذه المنطقة، إذ نحمل المجتمع الدولي وعلى رأسها التحالف الدولي وقوات روسيا العاملة في هنا من خلال حواماتهم التي تحوم فيها أجواؤنا على أساس مراقبة الحدود. نقول لهم أنكم اليوم ترون المسيرات تقصف هنا وهناك أمام مرأى الجميع. نقول هذا الموقف موقف خجول، وإننا في هذا المشروع
لن نعتمد في يوم من الأيام على أي قوة دولية أو مجتمعية، إنما اعتمدنا على مجتمعنا هذا من كل مكوناته من أجل بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، بأننا مستمرون في هذا المشروع الديمقراطي لكل السوريين. ولا أريد أن أطول عليكم، وما أريد أقوله إن التحديات كبيرة، فيجب أن نكون كلنا يدا بيد من أجل بناء المشروع الديمقراطي المتقدم. ونقول بأننا مستمرون في هذا المشروع على خطى الشهداء وعلى عهدنا لهم بأننا مستمرون حتى نصل إلى مشروع ديمقراطي متقدم. Yalmaz Şero Nave Daike Mavluda Nave Bav Şero Ben şehit ke Jimavelo Jisistamar Reveber ya Khwazel Tutsehe Şahid Namere